بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر نشتغل الله مع بعض والصلاه على النهارده النبي باذن صلى الله الله واحده عليه وسلم. مربعه سهله جدا ولذيذه وشكلها حلو قوي. واستنوا الفيديو الجاي باذن الله نشوف طريقه التشبيك ونشتغل مع بعض الشنطه القمر دي. هنشوف خاماتنا وادواتنا اللي هنشتغل بيها النهارده. بس لو بتشوفونا لاول مره يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. يلا نقول بسم الله ونبدا. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا هشتغل بخيط مكرميه وقطن، هشتغل بخيط زين، وهشتغل معاه بابره كروشيه مقاس 4.5، وعايزه مقص وعايزه ابره تنظيف. انا هشتغل بلونين، طبعا الوان اختياريه، ممكن تعملي الوحده كلها بلون واحد، ممكن تعملي كل سطر بلون، فطبعا توزيعه الالوان دي تبقى حسب اختيارك. يلا نقول بسم الله نبدا ان شاء الله. اول حاجه بقى هجيب الخيط كده وهبتدي ان انا هعمل دايره سحريه بالشكل ده كده، وهدخل بالابره واسحب خيط واطلع 3 سلاسل ارتفاع. 1 2 3. 3 سلاسل دول هعتبرهم معايا اول عمود في السطر، وهشتغل جنبه كمان عمودين. 1 2. يبقى انا كده كاني عملت 3 عمدان جنب بعض. طبعا وانا شغاله العمود على دايره سحريه ما انساش ان انا باخد الطرف البدايه ده معايا تحت الشغل، عشان ده اللي بسحبه في الاخر وبقفل بيه الدايره السحريه. تمام كده. يبقى انا كده عملت 3 اعمده. هاخد سلسلتين 1 2، هرجع تاني جوه الدايره السحريه وهعمل كمان 3 عمود بلف. 1 2 3. تمام. بعد كده هعمل سلسلتين 1 2، هرجع تاني جوه الدايره وهعمل 3 عمود. 1 2 والعمود التالت. انا كده دلوقتي بكون بدايه المربع بتاعي. ال3 اعمده بيكونوا لي الضلع، والسلسلتين اللي بعملهم بعد كل 3 عمود بيكونوا لي الزاويه بتاعه المربع. دلوقتي هاخد سلسلتين كمان وهعمل اخر 3 عمود، كل ده جوه الدايره السحريه. 1 2 3 بالشكل ده كده. اتاكد ان انا عندي هنا كده 3 زوايا وعندي 4 اضلاع. تمام كده. قبل ما هعمل الزاويه الاخيره هسحب بس كده حلقه البدايه اقفلها، شد على قد ما اقدر واقفل الدايره السحريه اللي في البدايه خالص. تمام. ما انساش بقى الزاويه الاخيره للمربع، بس المره دي هشتغل غرزه سلسله واحده بس، وبعد كده هاخد لفه على الابره وهعمل غرزه نص عمود في راس اول سلسله من سلاسل الارتفاع. يعني انا مش هقفل هنا كده، مش هعمل الزاويه الاخيره سلسلتين، لا هاخد سلسله واحده بس، وبعد كده هاخد لفه على الابره وهشتغل في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع غرزه نص عمود. الحركه دي عشان بس توقفني في نص الزاويه كده، عشان لما اجي اطلع للسطر الجديد اكون واقفه هنا، ما اطلعش اقفل السطر بتاعي هنا وارجع فيعمل لي حته كلكعه هنا، دي بتخلي التقفيل بتاع الشغل شكله احسن. السطر الجديد هطلع 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3. انا دلوقتي شغلي يعتبر في الزاويه، هشتغل ايه جنب ال3 سلاسل دول مع اول عمود معايا في السطر، هعمل كمان عمود جنبها. يبقى انا كده كاني عملت عمودين في البدايه دي. هنا فوق ال3 سلاسل ارتفاع هشتغل غرزه عمود. تمام. عندي هنا عمودين، هاخد سلسله فوق العمود اللي في النص مش هشتغل فيه حاجه، هاخد غرزه سلسله وهسيب العمود اللي في النص مش هشتغل فيه حاجه، وهرجع هعمل عمود على العمود اللي بعده، هاخد لفه على الابره وعلى العمود اللي بعده هشتغل غرزه عمود. هنشرحها مره كمان. انا كان في السطر اللي تحت عندي 3 اعمده، يعتبر عملت عمود فوق اول عمود، وفوق العمود الثاني اخدت غرزه سلسله وسبته كأن السلسله دي بمثابه غرزه العمود، وبعد كده على العمود الثالث اشتغلت عمود. تمام كده. هاجي بقى عند الزاويه بشتغل فيها حاجه ثابته في كل سطر، وفي كل زاويه بشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، نشتغلها مع بعض. انا كده في الزاويه هشتغل عمودين، العمود الاول العمود الثاني في نفس المكان، بعد كده هاخد غرزتين سلسله 1 2، وهرجع في نفس الزاويه برضو واشتغل كمان عمودين، العمود الاول والعمود الثاني في نفس المكان. يبقى انا الزاويه عندي فيها عمودين سلسلتين عمودين. تمام كده. هاجي دلوقتي عندي ال3 اعمده دول، اول عمود عندي هيقابلني هشتغل فيه غرزه عمود، بعد كده فوق العمود اللي في النص هاخد غرزه سلسله، وبعد كده هسيبه وهشتغل في العمود اللي بعده غرزه عمود. يبقى انا العمود اللي في النص بحل محله بغرزه سلسله فوق، مش بشتغل عليه غرزه عمود.
تمام كده. وبعد كده العمود اللي بعده هشتغل عليه عمود. دلوقتي انا في الزاويه زي ما قلنا هشتغل فيها عمودين، ادي اول عمود وادي تاني عمود، بعد كده سلسلتين 1 2، وهرجع اعمل عمودين تاني في نفس المكان، 1 والتاني في نفس المكان، وبكرر بنفس الطريقه لحد اخر السطر. الزاويه كده خلاص. انا عندي هنا كده 3 اعمده. اول عمود بيقابلني، خلي بالكم عشان اول عمود بيبقى دايما مستخبي تحت العمدان اللي جايه من الزاويه، فانا ما انساهوش عشان ما يبوظش معايا العدد. اول عمود اهو، هاخد عليه غرزه عمود. العمود اللي عندي في النص هحل محله بغرزه سلسله فوق واحده بس ومش هشتغل فيه حاجه، وهرجع في العمود الثالث واعمل غرزه عمود عادي. شايفين الشكل؟ بيتكون لي الفراغات دي كده اللي انا بسيبها بغرزه السلسله. دلوقتي عندي زاويه زي ما قلنا بشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين، اول عمود تاني عمود سلسلتين، وارجع اعمل عمودين تاني في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. دلوقتي ده الضلع الاخير عندي، 3 اعمده دول، اول عمود فوقيه عمود، فوق تاني عمود باخد غرزه سلسله، وفوق تالت عمود بشتغل عمود عادي. انا كده خلصت السطر، ودي الزاويه اللي في البدايه خالص. لو انا هتلخبط الشكل مش هيبقى واضح معايا، ممكن احط علامه هنا كده في البدايه خالص عشان اعرف فين بدايه السطر بتاعي ونهايته. طيب السطر بتاعي انا كنت بادئه بغرزتين سلسله، ب3 غرز سلاسل وعمود يحلوا معايا مكان اول عمودين، يبقى دي زاويه بشتغل فيها هيبقى ناقصها عمودين، 1 وادي العمود التاني، لان كل زاويه فيها 4 اعمده طبعا. تمام، يبقى انا كده عندي عمودين وهنا عمودين، فاضل السلسلتين اللي في النص. هشتغلهم ازاي عشان هقفل السطر؟ هشتغل غرزه سلسله واحده بس، ومكان السلسله التانية هاخد نص عمود وهشتغله في اول غرزه من 3 سلاسل الارتفاع. يبقى انا قفلت السطر، بدل ما باخد سلسلتين زي بقيه الزوايا باخد سلسله واحده بس، والسلسله التانية بعمل مكانها غرزه نص عمود عشان اكون واقفه في نص الزاويه. تمام كده. هطلع للسطر الجديد. انا كده خلاص كونت الاساس اللي هشتغل عليه بقيه السطور اللي جايه كلها. نشوف هنشتغلها ازاي. اطلع 3 سلاسل ارتفاع، البدايه ثابته عندي واحده. انا دلوقتي واقفه في زاويه، انا يعتبر بشتغل نص الزاويه في بدايه السطر، ونص الزاويه بيكون معايا في نهايه السطر في الاخر خالص. ممكن احط علامه لو عايزه اعلم بدايه السطر، ممكن اشتغل لو هبقى مركزه وعارفه فين البدايه من النهايه. دي كده 3 سلاسل ارتفاع، هاجي في نفس المكان كده جنبها واشتغل العمود رقم 2. تمام. دلوقتي هشتغل على كل عمود هيقابلني غرزه عمود لحد ما اوصل للفراغ. ادي ده كده اول عمود اللي كان فوق 3 سلاسل ارتفاع، وده العمود التاني، وده العمود التالت. دلوقتي هنا لقيت الفراغ اللي كان غرزه سلسله، بشتغل برضو فوقيه غرزه سلسله. الفراغ ده بسيبه فراغ دايما كده. وبعد كده هلاقي عندي 3 اعمده تانية اهو، هشتغل فوق كل عمود غرزه عمود. يبقى انا كده بعمل اللي بكرر اللي بيقابلني في السطر اللي فات. فوق غرزه السلسله بشتغل غرزه سلسله، فوق العمدان بشتغل عمدان بالشكل ده كده. وطبعا الزوايا عندنا ثابته زي ما قلنا، بنشتغلها بكل نفس الحاجه في كل سطر وفي كل زاويه بشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين. انا كده جيت عند الزاويه اهو، هشتغل فيها عمودين، ده العمود الاول وده العمود التاني، بعدين غرزتين سلسله اللي بيكونوا لي الزاويه، وهرجع اشتغل عمودين تاني في نفس المكان، 1 والعمود التاني في نفس المكان. بالشكل ده كده. شايفين الفراغ اللي بيكون من غرزة السلسلة؟ ودي الزاوية عندي. طيب دلوقتي هشوف كده عندي ايه. عندي هنا كده 3 عمدان هشتغل عليها 3 عمدان. ادي اول عمود، منساش زي ما قلنا اول عمود اوقات بيبقى مستخبي شوية تحت العمدان اللي طالعة من الزاوية، فانا اركز عشان ما يفوتنيش العمود ده. وادي تاني عمود، وادي تالت عمود. كده فوق كل عمود بيقابلني بعمل غرزة عمود. دلوقتي هنا كده قابلتني الفراغ بتاع السلسله، هاخد فوقيه برضو غرزه سلسله وهرجع اكمل. هنا كده في 3 عمدان هشتغل عليهم 3 عمدان، اول عمود تاني عمود وتالت عمود. هاجي عند الزاويه هشتغل فيها زي ما قلنا عمودين سلسلتين عمودين.
وهكمل لحد اخر المربع بنفس الطريقه ونيجي عند قفله السطر. طيب اتاكد ازاي انا عددي او الشغل بتاعي شغال صح من العدد بتاعي؟ هلاقي ان كل سطر، بصوا السطر بيبقى مقسوم عندي ازاي، في فراغ في النص بيقسم لي ما بين الضلع المربع الاولاني والتاني. هلاقي ان كل مجموعه بتزيد عندي عمودين. يعني مثلا السطر اللي كان تحت كان فيه 3 وبعد كده فاصل بعد كده 3، شايفينهم معايا ازاي؟ كان فيه هنا اهو 3 اعمده و3 اعمده وفي فاصل اللي هو السلسله اللي في النص. اللي بعده هيبقى 5 اعمده وفاصل و5 اعمده. عارفين ال5 اعمده بيجوا منين؟ احنا بشتغل ثابت فوق 3 اعمده دول بيزيدوا عندي الزوايا، هي اللي بتوسع لي في حجم المربع. طيب السطر الجديد المفروض هيبقى عندي فيه كام؟ هيبقى عندي فيه 7 اعمده وبعد كده فاصل في النص و7 اعمده. انا عشان لو حابه اتابع كل سطر والعدد ما يبوظش معايا اكون بعد سطر بسطر، عشان لو حد مثلا مبتدئ وخايف يكون نسي عمود في النص او حاجه. فاحنا نشوف ازاي بنعد الاعمده بتاعتنا. انا كده جيت عند الزاويه هكمل بنفس الطريقه، اشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين وهكمل ونيجي نقفل السطر مع بعض. خلصت كده السطر بنفس الطريقه وجيت عند الزاويه اللي هقفل بيها في الاخر خالص. زي ما قلنا كده الزاويه انا ببقى بادئها بعمودين، يبقى فاضل فيها عمودين عشان الزاويه تكمل. هاجي هنا كده وهعمل العمودين، ادي اول عمود وادي تاني عمود، هقفل غرزه سلسله واحده بس، وبعد كده غرزه السلسله التانية هعمل بدلها غرزه نص عمود، هاخد لفه وهعمل نص عمود في تالت سلسله من سلاسل الارتفاع بالشكل ده كده. فانا كده ببقى واقفه في نص الزاويه بالظبط عشان لما اطلع للسطر الجديد. كده الشكل المربع بدا يوضح معانا شويه. بنفس الطريقه هكمل السطر الجاي، هطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، ده اول عمود معايا في السطر وانا واقفه في زاويه، يبقى هعمل العمود التاني كده، يعتبر انا عملت نص الزاويه العمودين. دلوقتي هشتغل على العمدان اللي هتقابلني كلها غرزه عمود، هاخد لفه، اول عمود عندي بيكون 3 سلاسل ارتفاع، اشتغل على العمدان كلها لحد ما اوصل للفراغ بتاع غرزه السلسله. تمام كده انا اشتغلت على كل عمود عمود لحد ما وصلت فوق غرزه السلسله. برضو هاخد غرزه السلسله فوقيها وارجع اكمل على العمدان، اتاكد العدد معايا صح ولا لا. زي ما قلنا كل سطر بيزيد عن السطر اللي قبله في الجنب الواحد 2. ادي كده عندي 1 2 3 4 5 6 7. السطر اللي فات كان فيه 5 بعد كده بيجي الفاصل بعد كده 5 تاني. انا كده عملت السلسله الفاصل وهرجع اكمل العمدان دي يعني كلها، كل غرزه بتقابلني عليها غرزه عمود واحده بس لحد ما اوصل للزاويه. 1 2 كده مشيت على العمدان اللي عندي كلها لحد ما وصلت للزاويه. والزاويه زي ما قلنا نشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين، العمود الاول العمود التاني سلسلتين عمودين كمان في نفس المكان. هكمل المربع كله بنفس الطريقه لحد ما يجي عند قفله السطر. وزي ما قلنا اخد بالي من اول عمود اللي بيبقى مستخبي تحت العمدان اللي طالعه من الزاويه، واشتغل الفراغ فوقي فراغ غرزه سلسله، واكمل الزاويه فيها عمودين سلسلتين عمودين واكمل لحد اخر السطر ونيجي نقفل السطر مع بعض. خلصت كده السطر لحد الاخر بنفس الطريقه وجيت عند الزاويه الاخيره وهشتغل فيها عمودين برضو. دي العمود الاول وده العمود التاني. انا مش هشتغل تاني بنفس اللون، فانا كده دلوقتي ده اخر اللون ده، فهشتغل برضو عادي هنا كده سلسلتين وهقفل بمنزلقه لاني هقص الخيط كده كده. يبقى انا كده هنا عملت عادي السلسلتين وقفلت بمنزلقه، هاخد غرزه تثبيت واقص الشغل. ما وقفتش زي ما بعمل كل مره كده بغرزه نص عمود في النص، لان انا خلاص هقص اللون ده وهبدا بلون جديد. تمام. طبعا انت لو حابه تكملي يبقى هتشتغلي بنفس الطريقه زي ما بنعمل كده غرزه نص عمود عشان نبقى واقفين في نص الزاويه. هجيب اللون التاني، هقف بقى عادي في اي زاويه من الزوايا. ممكن اقفل الخيوط دي الاول، ممكن اشتغل عليها بعد كده وانا اخدها تحت الشغل. هقف في اي زاويه من الزوايا واوصل الخيط بتاعي واشتغل عادي سطر عادي جدا. هطلع 3 سلاسل ارتفاع ودول معايا اول عمود في السطر. جنبهم هعمل اول غرزه عمود في نفس المكان في الفراغ في الزاويه،
وزي ما عملت في كل السطور عادي همشي برضو على كل العمدان اللي هتقابلني بغرزة عمود، وفوق الفراغ بتاع السلسلة هشتغل غرزة سلسلة واكمل بنفس الطريقة. الفكرة بس ان انا حبيت ان انا احدد المربع بتاعي بلون مختلف في الاخر. فطبعا بنفس الفكرة انتي لو حابة بقى تكبري مساحة المربع عن كده اكتر من كده شوية مثلا هتشتغلي بيه حاجة، ممكن تكملي بنفس الفكرة ونفس التسلسل اللي احنا شغالين بيه. وكل فترة كده تعدي العمدان بتاعتك اللي قبل الفراغ واللي بعد الفراغ اللي بنعمله في النص، وهتلاقي ان كل عمود او كل سطر بيزيد 2 في قبل الفراغ و2 في بعد الفراغ. يبقى انا كده هكمل السطر ده بنفس الطريقة مفيش اي اختلاف. العمدان فوقيها عمدان وغرزة السلاسل فوقيها غرزة سلسلة، والزوايا عمودين سلسلتين عمودين لحد اخر السطر. انا هخلص السطر ده وارجع لكم. خلصت كده السطر لحد الاخر بنفس الطريقة، وصلت عند الزاوية الاخيرة. الزاوية الاخيرة طبعا ناقصها اخر عمودين هشتغلهم معاكم. ده العمود الاول وده العمود التاني. ودلوقتي بقى هكون الزاويه. انا خلاص عشان هقص الخيط فانا هشتغل سلسلتين عادي وهقفل. طبعا انت لو حابه بقى تكملي وتكبري مساحه المربع اكتر من كده تشتغلي بنفس الطريقه، تشتغلي غرزه سلسله وتعملي هنا نص عمود وتكملي شغلك. انا هعمل غرزتين سلسله، اجيب المقص هقص خيط طويل شويه كده وهسحب لفوق، اجيب ابره التنظيف شايفين هنا كده راس اول عمود، هدخل بالابره هنا كده في راس اول عمود واسحب تمام، وهرجع بالابره هدخل في اخر غرزه سلسله انا عملتها من فوق لتحت كده. عشان ابقى كونت غرزه السلسله دي هحتاجها بعد كده وانا بشبك مثلا وحدات او انا بعمل اي حاجه، وعشان التقفيل بتاعي يبقى شكله نظيف. انا كده خلصت الوحده المربع. الخيوط الزياده دي برضو في ظهر الشغل وهبتدي ان انا اقفلها بابره التنظيف. وحده المربع دي طبعا متعدده الاستخدام، انا هعمل بيها شنطه، هعمل منها كذا واحده هنعمل بيها شنطه. ممكن تعملي بيها اكتر من اي حاجه بعد كده، ممكن تعملي مثلا تشتغلي بخيط صوف او قطن تعملي بيها بطانيه او كوفرتة بيبي، ممكن تعملي بيها شنطه باي شكل من الاشكال احنا اشتغلناها. ممكن تكبري الوحده ذات نفسها وتعمليها هي بطانيه البيبي نفسها، هي وحده مربع كبيره زي كده. لو انت مش حابه تشبكي وحدات ممكن تعملي بيها مثلا مفرش سرير، افكارها كتير جدا. هي الوحده نفسها لذيذه. هفنش الخيط ونرجع نشوف مع بعض. ودي كده شكل الشنطه اللي هتكون معانا باذن الله في الفيديو اللي جاي. هنشوف ازاي نشبك الوحدات اللي عملناها النهارده. هي وحده لذيذه وباذن الله تقدروا تنفذوها بكل سهوله. جهزوا بقى خيوطكم وادواتكم وان شاء الله الفيديو الجاي نشتغل مع بعض الشنطه. بس نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.